السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وصفات آمنة. وصفتنا لنهار اليوم وصفة الجاتو المشقوق بالليمون بذوق جدا رائع ومنعش. مقادير بسيطة وتخرج لنا كمية لا بأس بها. يعني نقدر نوجدوها للعيد الأضحى إن شاء الله. نبداو في المقادير الوصفة تاعنا. عندي 3 بيضات، وعندي مبشور ليمونة متوسطة، عندي نص كاس سكر، وعندي عندي عطر الليمون، وعندي عصير ليمونة هذيك الصغيرة اللي درت لها المبشور تاعها. عندنا الزيت وكيس خميرة. نبداو في الوصفة. نحطوا 3 البيضات، ونزيدو نضيفو عليهم نص كاس تاع السكر. نخلطوا هذاك البيض بلافوي، واذا حبيتوا تخلطوا بالباطر تانا كيف كيف. نبقاو هنا نخلطوا هذاك البيض والسكر حتى يتغير لون البيض. ونضيفوا نص كاس تاع زيت، ونزيد نخلطوا المكونات. فوالا هنا ما دخلت المكونات في بعضهم، ونزيد مبشور الليمون، ونزيدوا عصير هذاك الليمونه، ونزيدوا عطر الليمون نديروا مغرف صغيره. هنا اللي ما عندوش يعني عطر الليمون يقدر يعمل الفاني، مغرف صغيره فاني. ونزيدوا نخلطوا المكونات. هنا راح يجمد هذاك الخليط كي نضيفوا عليه الليمون. نبقاو نحركوه حتى يرجع كما كاين. بعد ما تجانس هذاك الخليط نبدا نضيف الفرينه تدريجيا. بالطبع انا الفرينه هنا كنت ديجا غربلتها من قبل. ونضيفوا الكيس تاع الخميره، ونخلطوا حتى نتحصل على عجينه ما تلتصقش يعني باليدين، طريه. المهم تكون طريه وما تلتصقش. يعني هنا كمية الفرينة تكون حسب النوعية تاع الفرينة اللي تستعملوها للغاتو. يعني قادرة كاينة الفرينة اللي تشيح تمتم، وكاين الفرينة اللي تطول باش تشيح. انا هنا استعملت لابيل. هنا بعد ما كملت هذيك العجينة خليتها ارتاح حتى ربع ساعة، ونبدأ نشكل في الكريات. شكلوا كريات صغيرة. هنا الكريات تاعي انا عملتهم شوية كبار، تقدروا تنقصوا منهم. فوالا. ونبدأ هنا كل كرية نرمدها في السكر الناعم.
هنا كنت ديجا وجدت البلاطو حطيت عليه ورق الطهي، هنا ورق الطهي ضروري يكون في البلاطو، لأنه إذا ما عملناهوش راح يتحرق لنا الجاتو. هنا بعد ما كملت هذيك الكريات كاملة نحط البلاطو تاعنا في الكوشة على نار متوسطة، ونحطو غير في النص تاع الكوشة لأنه إذا شعلناه قوي راح يتحرق هذاك السكر. كي نشوفوه طاب من التحت راح تشعلوا من الفوق غير واحد 40 ثانية 30 ثانية فقط، باه ما يحمرش من الفوق ويروح الشكل تاعو. إذا هذا الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه بعد ما طاب الجاتو، جا ريحته تشهي، ريحة ليمون وش نحكي لكم روعة. نتمنى تجربوه للعيد وتشاركوني تعليقاتكم، ونتمنى الاشتراك على القناة إن شاء الله، مع تفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.